يا ابني انت اصلا تفهم ايه في اي حاجه؟ فاشل 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 فاشل، ولا هتفلح في اي حاجه. وانت نجحت في حاجه قبل كده؟ الفرق بينك وبين الشخص الناجح انه بدأ، اتحرك، قرر انه مش هيسيب يوم يعدي من غير ما يعمل خطوة واحدة. محدش بيبدأ كبير، بس اللي بيبدأ هو اللي بيوصل. انت في عز التركيز يجي صوت ممكن يهد كل اللي بنيته. ازيك يا عبد الرحمن؟ كنت لسه بتفرج على الفيديو الجديد اللي نزلته، وبصراحة مش قادر افهم. هو انت فعلا شايف انك بتعمل حاجة كبيرة؟ تنمية بشرية، كلام تحفيزي. يا ابني الناس بتتفرج وتقلب، محدش بياخد من الكلام ده، كله بيسمع وينسى. وبعدين هو الكلام ده هياكلك عيش، هيفتح عليك بيت، ولا فاكر نفسك ابراهيم الفقي الجاي؟ انت ناسي ان الزمن اتغير. الناس دلوقتي عايزة حاجة، تروح تعمل ترند وخلاص. اللي انت تقدمه شكله حلو، شكله مثقف، بس الحقيقة انت مش في سكة سهلة. انا مش بقلل منك، بس خايف عليك. خايف تفضل تجري وتجري وفي الاخر تكتشف انك كنت بتحارب في وقت. الو عبد الرحمن، انت سامعني؟ الو. كلمة واحدة ممكن تكسرك، ممكن تخليك تشك في كل لحظة تعبت فيها. رحلة بحاول أعرف نفسي فيها من الأول وجديد. قدامك خيارين: يا تسمع الانتقاد وتقف مكانك، يا تمسحه أكنه ما كانش أصلا. أنا اخترت أمسح وأكمل. الفشل بيعلم، وكل وقعة بتقربك من الوقعة الصح. المهم ما تستسلمش. الناس شايفين بس اللي وقع، بس محدش شاف الوقفات اللي بعدها، ولا عدد المحاولات، ولا عدد الدروع دي مش مجرد حاجات على الرف، دي قصة كفاح كل واحد فينا. الناجح مش اللي عمره ما فشل، الناجح هو اللي بيقوم بعد كل مرة بيقع فيها. وافتكر دايما، الفشل مش العكس النجاح، فشل جزء منه.